صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل فيه حلقة اللوتس او حلقة كاسات اللوتس، ودي بجد مش من احلى الحاجات اللي انتوا هتجربوها، لا دي احلى حاجة انتوا هتجربوها فعلا. ميكس ما بين تشيز كيك لوتس مع مهلبية لوتس، حاجة كده في منتهى الخفة واللذاذة. فلو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة، لايك الفيديو، ويلا بسم الله. اول حاجة هجهز الكريمة. انا هضاعف كمية الكريمة عشان هستخدمها في وصفة تانية، بس هكتب لكم مقدار واحد لوصفة النهاردة. فيحتاج فنجان حليب يكون بارد جدا، 125 ملي من الحليب. هزود عليه باكت من بودرة الكريم شانتيه، ونضربهم مع بعض على سرعة متوسطة لحد ما نوصل لقوام يكون خفيف شوية. يعني ما نضربش الكريمة للآخر، ما نوصلش لمرحلة المنقار، يعني قبل المنقار بشوية ونوقف ضرب. هزود عليهم معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، بما اننا مضاعفة الكمية ممكن بدل الجبنة الكريمي مكعبات كيري، يعني لكل باكت كريم شانتيه واحد معلقة كبيرة جبنة كريمي او مكعبين جبنة كيري. نضربهم على سرعة عالية لحد ما نوصل للقوام المثالي للكريمة، او لحد ما يعمل معانا منقار ونقلب الطبق الكريمة تفضل مكانها. فهي كده تكون تمام. هحطها في التلاجة عما يجي وقتها. ودلوقتي هجهز طبقة البسكوت. انا استخدمت 16 حبة من بسكوت اللوتس، وهقول لكم على ملاحظة مهمة لو ما عندكوش بسكوت لوتس. هفرمهم ناعم بالشكل ده، مش هزود عليهم زبدة لان هو فيه دسم كفاية. هوزع نص كمية البسكوت في الكاسات، تقريبا معلقتين صغيرين مليانين شوية في كل واحدة، وبمعلقة او باي حاجة تقيلة هساوي البسكوت واضغطه بالشكل ده واسيبه على جنب عما نجهز البودنج او المهلبية. في الحلة على البارد الاول هزود 3 معالق كبار من السكر، وزيهم 3 معالق كبار من النشا، وكمان معلقة كبيرة مليانة من زبدة اللوتس. هزود عليهم من 300 ل 400 ملي حليب. لو عاوزين تعملوا 500 ملي حليب زودوا معلقة نشا كمان. هقلب على البارد الاول عشان اتاكد ان النشا هيدوب، وهرفعهم على نار تكون هاديه. استمر في التقليب لحد ما نوصل للقوام ده. كريميه جدا، وعاوزه اقول لكم ان الريحه خطيره. على طول وهي لسه سخنه هحطها في اي حاجه تسهل عليا واصبهم في الكاسات. هستنى 5 دقايق تهدى شويه وارجع احط باقي كميه البسكوت. طلعت الكريمه من التلاجة، حطيتها في كيس حلواني، واستخدمت القمع ده. ممكن اي رسمة او اي شكل موجود عندكم، ممكن حتى بالمعلقة. ملحوظة بالنسبة للجبنة الكريمي ممكن تستغنوا عنها تماما، بس هي موجودة في الوصفة عشان تعمل توازن للسكر الموجود في زبدة اللوتس وكمان في الدريم ويب او الكريم شانتيه، فهي بتفرق في الطعم جدا، لكن برضو ممكن تستغنوا عنها. ملاحظة مهمة بالنسبة للبسكوت، لو مش موجود عندكم بسكوت لوتس وحابين تعملوا الوصفة هتستخدموا بسكوت شاي سادة عادي خالص، بس زودوا عليه نص معلقة صغيرة قرفة مطحونة ناعم، وربع معلقة صغيرة جنزبيل برضو يكون مطحون ناعم، رشة صغيرة جدا 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 من القرنفل، ومعلقة صغيرة من العسل. هيديكوا نفس طعم واحساس اللوتس بنسبة كبيرة جدا، بس طبعا لازم يكون في زبدة لوتس في الوصفة. جربت حلويات كتير قبل كده، بس ده فعلا مميز جدا، مش مجرد كريم شانتيه مع زبدة لوتس وخلاص. فياريت تجربوه تقولوا لي رأيكم. وبس كده، احلى واطعم والذ حلا لوتس ممكن تجربوه. الحلو ده في حتة تانية خالص، مش هتبطلوا تعملوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، جربوه، متأكدة جدا ان هو هيعجبكم، هتعملوه كتير، خصوصا لو انتم من محبين اللوتس. ابعتوه لأي حد حابين يجرب الوصفة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب.